السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب إن شاء الله، وكل انتوا وحبايبكم، وربنا يا رب يزيدنا كلنا ما ينقصنا أبدا، اللهم أمين. النهاردة عملنا كده الكحك بكل أسراره وحركاته وجماله، بصي شكله عامل ازاي. وإن شاء الله من كمية بسيطة جدا جدا هتطلعي كمية حلوة، وهنقولك بتنقشيه ازاي ودرجة وطريقة الحفظ بتاعته والتسوية هتبقى ازاي، يعني كل حاجة هنتكلم فيها النهاردة. وازاي هيبقى ناشف معاكي، وازاي هيبقى طري حلو، يعني اللي هو اللي دايب في البق كده دوب. كل ديت ان شاء الله، والاخطاء اللي هتقعي فيها باذن الله هنقولك عليها في قلب الفيديو. بس صلي على النبي كده واذكري الله وقولي لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معانا هنا المقادير، ده كيلو من الدقيق، ده كده كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. ومعانا هنا 3 معالق سكر، رشة ملح، ومعلقة من لا اله الا الله ريحة الكحك، ودوت ريحة السمنة البلدي. دي انا اول مرة اضيفها على الكحك، ولكن هي ملهاش اي لازمة بصراحة، يعني رأيي فيها هي ملهاش اي لازمة، ولكن العطار قال لي ده كويسة جدا وكله بياخدها. دول 6 معالق من السمسم، هنضيف 4 على الكحك، المفروض 3، بس احنا بنحب السمسم بتاع الكحك كتير، فدي على حسب رغبتك. انا اديتك المقادير بتاع الكيلو، وانتي اعملي اللي انتي عايزاه. لو عايزه الكحك دايب معاكي تحطي له 600 جرام من السمنه للكيلو، لو عايزه حلو دايب برضو بس ماسك نفسه فبتضطري تحطي له نص كيلو بس. يبقى كيلو دقيق بياخد 3 معالق سكر، رشه ملح، معلقه من ريحه الكحك. اللهم صل على سيدنا محمد. مفيش بيكنج باودر يا جماعه علشان النقشه بتاعته تفضل ثابته وحلوه وشكلها جميل كده معاكي. ومعانا هنا خميره، الخميره دي الخميره اللي هي البيره اللي هي بتجاب من عند بتاع الفرنه، ومش خميره فوريه. والسمسم بتاعنا طبعا انا ما بحبش اجيبه متحمص، بجيبه واحمصه عندي في البيت، بس طبعا علشان ده كحك فانا هحط عليه سمنه بلدي كده، سمنه من دي مش سمنه بلدي يا جماعه للامانه، سمنه كده، وهحطه على النار. اول ما ريحته تطلع ولونه يبقى ذهبي، بس حاولي تبقي تحركي فيه زي ما انت شايفاني بالشكل ده. اوعي تسيبيه وتعملي حاجه هيتحرق معاكي بسرعه، لان هو من اللي بياخد لون يعني في وقت قصير جدا. احنا هنا السمنه دي حاطينها لدرجه الغليان زي ما انت شايفه كده، اللهم اجرنا من النار. في الوقت ده لو عندك اطفال حاولي تدخليهم في مكان وتقفلي عليهم لحد لما تخلصي مرحله السمنه دي خالص خالص خالص، علشان خاطر السمنه يا جماعه صعبه جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. وعاوزه اقول لك كمان ان السمنه دي لما كده حمصنا السمسم اهو، المعلقتين دول شلناهم، هقول لك ان شاء الله هنعمل بيهم ايه برضو دلوقتي. وحطينا كده على الكيلو الاربع معالق، ممكن تكتري عن 4 معالق. هو عامه السمسم مش وحش، السمسم قيمه غذائيه عاليه جدا جدا. دي طريقه بس الكحك، بتمسكيه تبسيه كده لحد لما يعني الكحك قبل ما تحطي سوائل خالص، انت كده ضايفه السمنه بس والحاجه بتاعته اللي هي السكر والملح وريحه الكحك اهو. بتفضلي بقى تبسي على ايديكي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده لحد لما العجينه دي بتطرى معاكي، يعني بتحسيها طريه كده معاكي. كل ما بتبسي في الكحك او بتقعدي تقلبي فيه شويه كتار كده على ايديكي، بيديكي ذوبان ونعومه هتشوفيها معانا في اخر الفيديو، واكيد شفتيها لما بدأنا الفيديو مع بعض. حلوه جدا جدا، ديت من طرق نجاح الكحك. بصي اهي كده، احنا لسه ما ضفناش الميه، احنا النهارده هنعجن بميه مش هنعجن بلبن يا جماعه، لان الميه بتخلي عمر الكحكايه اطول غير اللبن بصراحه بيدي ريحه، وفي وقت قصير كده بتلاقيها. دي الخميره اهي اختمرت اهي، ما بنضيفهاش كلها. دوت ملو مج من الشاي العادي، ملكيش دعوه بالكوبايه اللي انا حاطه بيها، ملو مج بس انا حاطاه علشان خاطر طبعا عامله تيست للخميره علشان خاطر اشوف هي كويسه ولا لا. لو مش حلوه طبعا استبعدها خالص. واحنا عملنا لها تيست ازاي، حطيناها مكعب خميره وحطينا عليه معلقه من السكر والميه، وبتقلبيهم وبتخلي تشوفي بقى لو هي كويسه هتختمر معاكي زي ما عملت معايا كده. الميه بقى بتحطيها شويه شويه، وبتختبري برضو العجينه كده يعني بصي بتعجني اهي، مش بتعمل اول ما العجينه بتلم معاكي على طول على طول بتشيلي ايدك.
علشان الكحكايه ما تعضمش معاكي، ولما تيجي تاكليها كده ما تضايقكيش، يبقى زي بتاع بره واجمل كمان من بتاع بره. اهو خلي حاجتنا كده، طبعا الحاجه غاليه زي ما انتوا عارفين، لما نعمل حاجه زي كده سواء كبيره او يعني كتيره او قليله، لازم الكل يعرف ان الحاجه ديت، يعني يتفاجئوا ان انت اللي عاملاها. اهو اخدت قد ايه الكيلو؟ اخد هو المج بتاع الشاي العادي جدا جدا. اهو ميه والخميره على بعض. طبعا احنا كده خلاص خلصنا، وغطيناها كده بكيس علشان برضو ما تنشفش، عشان لما نيجي نشكلها تبقى حلوه كده معانا. هنسيبها بس تستريح لحد لما نعمل الملبن. دول معلقتين السمسم اللي شلتهم في اول الفيديو، ودوت نص كيلو من الملبن. النص كيلو حلو جدا جدا للكيلو الكحك. بتمسكيه بقى كده، تضيفي له معلقه سمنه على السمسم، وتمسكيه تدعكيه كده كويس، وتقلبي فيه لحد ما تفكيه معاكي خالص ويبقى طري. طب انا ازاي اختار الملبن يبقى حلو معايا؟ بتروحي للعطار تقولي له انا عايزه ملبن للمعجنات، هيدخل الفرن معايا ما يكونش بينشف. هو بيبقى ازيد من الملبن العادي، باين 2 جنيه 3، يعني مش فرق كتير، وممكن يديهولك بالسعر بتاعه عادي جدا، بس لازم تشرطي عليه كده عشان يبقى جوه الكحكايه معانا دايب وحلو كده، وما يكونش بيضايق في الاكل كده ويقطم. اهو بنكورها قد البليه بالظبط. دي النقشه اللي هي العاديه التقليديه بتاعتنا خالص، ما حبيتش اوريها لكم معايا اهي. ولازم الكحكايه كده تكون معاكي كيوت كده وحلوه كده وصغيره، علشان خاطر لو معاكي اطفال كده زينا ربنا يبارك لنا فيهم، ياخدوا الكحكايه ياكلوها على طول، ما ياخدوش منها حته ويرموا الباقي. وبتبقى كمان شكلها حلو في التقديم. دي شكل ورق الشجر اللي هو طالعه اليومين دول، حلوه ما شاء الله جميله اهي. هنوريكي كمان واحده معانا، هنعمل مع بعض كذا واحده عشان نقولك طريقتها. بتمسكيها تصبعيها زي صوابع زينب كده بالظبط، او عيون الشهد، وبتحطي فيها الملبن وبتسويها بصابعك زي ما انت شايفه كده. طريقه سهله جدا، بس عاوزه اقولك حلوه جدا وشيك في التقديم برضو اهي. وما شاء الله اللهم بارك، بترمي معاكي كميه حلوه جدا اهو. وكيلو الكحك ده يا جماعه والله ما شاء الله كان حلو قوي 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 بصراحه. اعملي من كل حاجه كيلو او نص كيلو، فهيرمي معاكي برضو كميه محترمه. مش شرط يعني تعملي كتير علشان خاطر تبقي عملتي، لا اعملي الحاجه كده على قدك، وامشي بما يرضي الله، وخلي عندك اهم حاجه رضا وقناعه من جوه. هتلاقي نفسك بصي يعني الدنيا تمام معاكي. اهو شكلناها زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. بصي الرسمه اهي. الرسمه دي يا جماعه افتكروها شوفوها علشان خاطر هتشوفوها في اخر الفيديو معانا بعد التسويه عامله ازاي. هنعمل برضو تشكيله تانية من الكحك، بس للاسف ابني الصغير اللي كان بيصورني ربنا يبارك فيه يا رب ويهديهم ويصلح حالهم، بس ما كانش عارف يصورني كويس اهو. دي بقى كده برضو نوع يعني شكل تاني كده غير اللي هي ورق الشجر، واللي هي الرسمه التقليديه خالص، برضو شكلها حلو جدا جدا. هو عامه كده كده احنا بنضيف عليها سكر، فالرسمه ديت اساسا بتروح مع السكر البودره اهو. لا اله الا الله انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصي اهي بتضيفي كده وحاول الملبن تكون حته قد البليه بالظبط، الكوره قد البليه بالظبط، ما تكونش اكتر، علشان خاطر فيه ناس ما بتحبش السكريات اصلا، وفي ناس مريضه ربنا يعافينا ويعافيكم. فكل واحد على حسب ما بيحب بقى. هنعمل ان شاء الله مع بعض برضو نوع كحك حلو تاني ان شاء الله، لو في العمر بقيه هيعجبكم جدا جدا للشاي. في الوقت بقى دوت احنا مشغلين الفرن على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني، ما بتشغليش الشوايه دلوقتي، ما فيش شوايه، بتسيبيه يستوي على درجه حراره هاديه علشان خاطر يستوي معاكي يبقى بالجمال اللي انت شايفاه ده. بصي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا جدا. عايزه اقولك التسويه بتاعته مظبوطه، وبصي اللهم بارك ده يبدو، واقسم بالله انا مش بقسم عشان حاجه، فعلا الشكل بيتكلم عن نفسه اهو. امشي بالطريقه اللي احنا عملنا بيها الكحك دي وهتعجبك جدا جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، على معلومه، احلى حاجه تسوي فيها هي الصواني الالومنيوم اهي. بصي التسويه عامله ازاي اللهم بارك، ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم.
ده كده الكحك اهو يا رب. بصي النقشه بتاعته ما راحتش ولا عملت حاجه خالص، عشان احنا ما حطيناش بيكنج باودر. لو ضفنا بيكنج باودر كان زمان وباظ معانا النقشه وفرشت. وبصي شكلها احلى من بره وتحدي. بصي النقشه مقربها لك عامله ازاي. ده كده كان الكحك بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم ونرضاكم. واللي ما عملتش ومتعامله متاخر زي حالاتي كده تقوم كده تتشجع وتعمل حتى لو بكيلو تفرح عيالها. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير. وما تنسوليش في دعوه حلوه في الايام المفترجه دي، وليكم اضعاف اضعاف الدعوه ان شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم. واشتركوا بقى في القناه وفعلوا زرار الجرس على الكل، عشان كل لما انزل وصفه ينزل لك كل جديد. انا طبعا ما ضفتش سكر، ان شاء الله نعمل مع بعض كده في العيد هنحط له السكر مع بعض. برضو كل حاجه هوريها لكم. بصي النقشه، بصي دي تحفه بسم الله ما شاء الله. دي كانت لسه سخنه، فعشان كده انا مش عارفه اشيلها ما شاء الله اللهم بارك. اهي. ولازم يا جماعه تكون درجه الحراره بتاعته مش عاليه، علشان خاطر الكحك غير البسكوت. الكحك غير البسكوت يا جماعه. بصي اللهم بارك. والملبن جواها عامل ازاي، لونه ذهبي وزي العسل. دي الملبن اللي قلت لكم يا جماعه في بدايه الفيديو، لازم تقولي للعطار او اللي بتجيبي منه الملبن يكون نوع كويس، علشان خاطر المعجنات بتاعتك ما تبوظش. بصي ما شاء الله اللهم بارك اهو. بصي بتدوب دوب في ايدينا ازاي. يلا ما تنسونيش بقى كده في اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير. سلام عليكم.